ابنك محتاج فلوس كتيرة ولا محتاج كلمة ربنا في قلبه؟ عايز تسيب له ميراث ولا تسيب له إيمان حي؟ كلمتين وبس. التربية مش إنك تمنع الغلط، التربية إنك تنقل الإيمان. زي ما بولس قال لتيموثاوس: أتذكر الإيمان العديم من الرياء الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيك. الإيمان اللي وصل له ده مش فجأة، ده جاي من حضن الجدة وصلاة الأم وتعليم البيت. وبيقول له كمان إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. يعني التعليم الروحي ده بدأ من بدري، والمعلم مش بس بولس، ده بيت تيموثاوس هو أساس التربية. كلمة ربنا مش رفاهية، ده النور اللي بيقود ابنك بعد ما يكبر ويبعد عنك، ده السند في غيابك والضمان في زمن التجربة، والصوت اللي هيحذره لما يكون محتار. التربية القاسية بتبعد، لكن الإيمان اللي في حب والكتاب اللي في قلبه ده اللي هيفضل. كل مرة بتقعد مع ابنك وبتعلمه كلمة ربنا، انت مش بس بتربيه، انت بتبني كنيسة صغيرة في بيتك. ادي لابنك أعظم هدية: إيمان حي، كلمة ربنا في قلبه. ما تسيبش التربية الروحية لغيرك، الكنيسة بتساعد لكن انت الأب وانت الراعي. شارك الريل ده مع كل أب وأم بيحاولوا يربوا أولادهم صح، واعمل لايك لو شايف إن أعظم ميراث هو الإيمان بالمسيح.